كل مطار أو مركز مخصص لوسائل النقل من الطبيعي أن يكون هناك وحدة أمن لضمان أمن الركاب المسافرين، وفي خلال عمل هذه الوحدات تم ضبط مجموعة من أغرب الممنوعات والتي سنعرضها عليكم في هذا الفيديو. جمجمة بشرية. تم القبض على أستاذ ألماني في مطار فيوميتشينو في روما بعدما وجد أمن المطار جمجمة بشرية في حقيبه، وقال إنه اشتراها من أحد الأكشاك مقابل 50 يورو من أجل استخدامها في أغراض علمية، وتم اتهام الرجل ومصادرة الجمجمة. أرماديلو مسلح. تم إرسال حيوان مدرع أرماديلو مدجج بالسلاح كهدية في ولاية تكساس إلى أستراليا، إلا أنه تمت مصادرته في سيدني لمخالفة ذلك لقوانين أستراليا الصارمة في عدم استيراد الحيوانات البرية. أسماك استوائية. في عام 2005 انتبه موظفو جمارك مطار ملبورن في أستراليا إلى ضوضاء قادمة من تحت تنورة امرأة، وبتفتيشها عثروا على أكياس بلاستيكية ممتلئة بالمياه وتحتوي على 51 سمكة استوائية حية، وتم القبض عليها بتهمة استيراد حيوانات برية ممنوع استيرادها بحكم القوانين الأسترالية. ثعابين حية. ألقت الشرطة في ستوكهولم عاصمة السويد القبض على امرأة حاولت تهريب 75 ثعبانا حيا في ملابسها. طيور الجنة وقرود. أوقفت شرطة مطار لوس أنجلوس عام 2002 رجلا بعدما هرب 4 من طيور الجنة النادرة من حقيبته، وبدأت في التحليق في أنحاء مبنى الركاب، وأثناء استجوابه قال إنه يضع قرود القزم في سرواله، وقد حكم عليه بالسجن 5 أشهر ونصف الشهر. أموال مخبأة داخل فطائر. صادرت سلطات الجمارك الألمانية أموالا كانت ملفوفة ومخبأة بعناية داخل فطائر، وذلك خلال عملية لمكافحة غسيل الأموال في برلين في مارس آذار 2012. بصل محشو بالهيروين. ألقت شرطة مطار هيثرو القبض على إفريقي خريج جامعة هارفارد أثناء محاولته تهريب هيروين بقيمة 163 ألف جنيه استرليني داخل تجاويف البصل. 200 من عناكب ترانتولا السامة. صدر موظفو الجمارك الهولندية 200 عنكبوت من عناكب ترانتولا السامة في مطار أمستردام شيفول، وكان زوجان ألمانيان قد قاما بجمع هذه العناكب خلال رحلة إلى بيرو ووضعها في حاويات وأنابيب بلاستيكية مخبأة في ملابسهما وأحذيتهما. عيون بشرية. ربما تكون أغرب الأشياء على الإطلاق التي صادرتها الجمارك عندما عثرت على 10 من كرات لعيون بشرية داخل جرة مربع، وذلك في مطار ستانستيد في لندن عام 2007. أقراص مليئة بمسحوق لحم بشري مجفف. تم العثور على أقراص مليئة بمسحوق لحم بشري مجفف لجثة أطفال في كوريا الجنوبية، وقالت مصالح الجمارك في بيان إن بعض الناس يعتقدون أنها علاج من الأمراض. نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. يمكنكم الآن متابعة حسابات فريق العمل على الانستغرام للتعرف علينا عن قرب واستقبال آرائكم واقتراحاتكم أيضا. الروابط تجدونها أسفل الفيديو. شكرا لكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.